بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي ومشاهدي المصرية من كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد بخصوص نسبة البروتين والطاقة الموجودة في خامات علف الغنم والعجول. لازم عشان تعمل خلطة علف تبقى عارف إن الذرة موجود فيه طاقة قد إيه وبروتين قد إيه، وبرضك الردة وهكذا الصويا. وطبعا بنسبة كبيرة الخامات اللي موجودة تحت ايد اي حد في اي منطقة ومتوفرة بنسبة 100%، يعني عمود العلف موجود عند اي حد، ذرة، ردة، صويا، بذرة قطن. تمام. انا مش هقول لك حاجات مش موجودة عندك، ومش هقول لك حاجات نادرة. انت عشان تعمل خلطة علف كويسة، او عشان تقدر تركب تركيبة علف متزنة للخروف بتاعك او العجل بتاعك، الف ب لازم تكون عارف ان الذرة موجود فيه نسبة بروتين قد ايه وطاقة قد ايه. ونفس القصة الردة، وبرضك الصويا، وبرضك بذرة القطن. تمام. النهاردة ان شاء الله هقول لك النسبة والطاقة الموجودة في كل خامة عشان تقدر تركب وتصنع علف على ايدك لحاجتك. تمام. اول حاجة الذرة فيه نسبة بروتين من 8 ل 9%. يعني ايه من 8 ل 9%؟ منهم 9 جرام بروتين. تمام. فعشان كده بنقول الذرة فيه نسبة بروتين 9%، يعني من 8% ل 9%. وبالنسبة للطاقة بتاعت الذرة، طبعا الذرة احنا عارفين ان ده مصدر الطاقة في العلف، فهتلاقي فيه نسبة الطاقة عالية. فنسبة الطاقة فيه من 70 ل 80%. تمام. يعني اكتر حاجة فيه الطاقة. تمام كده. يبقى بالنسبة للذرة البروتين اللي موجود في الذرة من 8 ل 9 من 10. وعندك الطاقة من 70 ل 80% طاقة. يعني الذرة فقير في البروتين وغني بالطاقة. هنخش على الصويا، وده اهم عنصر، والناس كلها عارفة ان ده مصدر البروتين في العلفة بتاعتك. فعشان كده هو غني بالبروتين وفقير بالطاقة بنسبة يعني مش قوي. انت عندك الصويا فيها نسبة بروتين 44%. فيها نسبة بروتين 44%، يعني تعادل النص. والطاقة بتاعتها من 80 ل 90. الطاقة بتاعت الصويا من 80 ل 90. هنخش على الردة. البروتين اللي موجود في الردة من 14 ل 15%، اما الطاقة 60%. هنخش على كثب القطن. كثب القطن او اي اكساب موجودة قدام منك، يعني كثب سمسم، كثب عباد شمس، كثب كتان، كثب بذرة قطن، الطاقة بتاعتهم كلها موحدة من 60 ل 65%، ولكن البروتين بتاعهم بيختلف عن التاني 5 فوق او 2 تحت. انت عندك بذرة القطن، لان احنا ذكرنا بذرة القطن لان هي موجودة في كل حتة. تمام. فبذرة القطن موجود فيها طاقة 60 او 65%، يعني موجود فيها من 60 ل 65%، والبروتين بتاعه 23%. هنخش على الدريس. تمام. الدريس الحجازي او الدريس البلدي. الدريس الحجازي نسبة البروتين اللي فيه من 17 ل 18. طب لو انت هتعمل دريس بلدي، نسبة البروتين اللي موجودة فيه من 15 ل 16%. التبن الابيض بتاع الغلة بتاع القمح، نسبة البروتين اللي موجودة فيه 3%. اما التبن بتاع قش الرز فقير بالبروتين. تمام. فلو انت اعتمدت عليه في التربية او التسمين للغنم او العجول، ملوش اي فايدة نهائي، هو بس حشو مصران وخلاص. فالتبن الابيض نسبة بروتينه 3%. طب تبن البرسيم من 7 ل 6% بروتين. تبن الفاصوليا 7% بروتين. عندك السلاج موجود فيه بروتين 9%. السلاج المكمورة يعني اللي انت بتعملها على ايدك موجود فيها 9% بروتين، والطاقة بتاعته 50%. وبكده يبقى انت عرفت الطاقة والبروتين في كل خامة او في كل مادة، عشان تقدر تطلع بنهاية بروتين بعد ما تركب الخلطة بتاعتك خالص
نسبة بروتين 14 او 16 او 18، او قبل ما تركب انت عايز نسبة بروتين قد ايه، او انت عايز علف لغنم صغيرة ولا غنم كبيرة ولا غنم أنية. تمام. فبالتالي لازم تكون عارف ان الذرة والصويا والردة وبذرة القطن واي خامة علف موجودة قدام منك لازم تبقى عارف فيها موجود طاقة قد ايه وبروتين قد ايه والياف قد ايه. وبرضك التبن، عشان برضك ما تجيبش تبن بفلوس ومالوش لازمة. طب ما انا اللي خليني اشتري تبن بفلوس، طب ما اشتري تبن يساعدني على ارتفاع الطاقة وارتفاع البروتين في الخلطة، يبقى انا كده استفدت، ما رميتش فلوسي على الارض. فانا عايز اوضح لك ان تبن القش ملوش اي لازمه، قش الرز والتبن الابيض ده اقل تبن في الادبان كلها من يمه نسبه البروتين ومن يمه نسبه الطاقه. فبالتالي لو انت هتربي عجول بنسبه كبيره طبعا الناس بتعتمد على التبن القمح، تمام، بعد منه تبن القش، لان ما ينفعش المواشي الكبيره العجول تاكل تبن برسيم او تبن فاصوليا. ولكن لو انت بتربي معيز او غنم التبن المستحب ليهم تبن البرسيم اللي هو في اماكن تانية اسمه التبن الاحمر، وفي اماكن اخرى اسمه التبن بتاع تبن الربه، تمام، زائد تبن الفاصوليا والبسله وتبن القرش السوداني. تمام. دي كل الادبان ديت يعني كل حاجه ولها حاجه. وبرضك اي تبن ممكن ينفع للغنم، اي تبن ممكن ينفع للغنم، العكس مش اي تبن ينفع المواشي الكبيره. يعني مش اي تبن ينفع المواشي الكبيره. يعني العجول تنفع تاكل تبن الفاصوليا بس الخطوره بتاعته عاليه، الخطوره بتاعته عاليه. وتبن البرسيم برضه خطورته واضراره بالنسبه للعجل او الجاموس عاليه. فاحنا بناكل يعني الغنم والمعيز تبن برسيم، تبن فاصوليا، تبن بسله، عرش فول سوداني، الادبان دي كلها. وممكن تاكلها تبن قمح عادي ما يضرش. ولكن تبن الفاصوليا وتبن الربه يضر المواشي الكبيره. وبكده يبقى عرفنا النسب بتاعه البروتين والطاقه الموجوده في الذره والصويا والرده وبذره القطن. انا قلت لك الاربع خامات دول لان اي حد في اي مكان في مصر موجود عنده ذره ورده وصويا، ديت عمدان اي خلطه موجوده على وش الارض. عشان كده انا جبت لك الثلاث خامات دول وقلت لك نسبه البروتين والطاقه الموجوده فيهم، وبناء عليهم تقدر تكون وتركب علف للغنم بتاعتك او العجول بتاعتك. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.